سوف نتعرف في هذا الدرس على كيفية تغيير ألوان الملابس الخاصة بالصور. فكما نرى أمامنا تم تغيير لون التيشيرت هكذا، وللقيام بذلك نغلق هذا الملف، ثم نبدأ في تصميم هذا المثال معا. أولا لتحديد هذه التيشيرت نختار البن تول، ثم نبدأ في رسم الباث حول هذا التيشيرت. نضع النقطة الأولى ثم النقطة الثانية، وعند الضغط مع السحب يتم تغيير اتجاه الباث كما نرى لضبط الأماكن التي بها انحناءات. نستمر في ذلك حتى ننتهي من رسم المسار بالكامل فيظهر لنا بهذا الشكل. نضغط على هذا المسار بالزر الأيمن للماوس ونختار Make Selection، فتظهر لنا نافذة Make Selection، وبالضغط على OK يظهر لنا السيلكشن كما نرى. والآن سوف نبدأ في إضافة جروب جديد يحتوي على كل ال Adjustments Layers. نضغط على الآيكون Create a New Group فيظهر لنا الجروب الجديد كما نرى. ولإضافة ماسك لهذا الجروب بحيث يتم تطبيق هذا الماسك على كل اللايرز التي يحتويها هذا الجروب، نضغط على الآيكون Add Layer Mask فتظهر لنا الماسك Thumbnail بجوار علامة الجروب. ولضبط درجة الإضاءة الخاصة بهذا التيشيرت نذهب للأدجستمنتس بانل ثم نضغط على الآيكون Levels. ولتقليل درجة اللون الأسود نضغط على هذا الآيكون الموجود بالبار السفلى، وبالسحب جهة اليمين يتم تفتيح درجة اللون هكذا. نعود للأدجستمنتس ليست، ولإضافة Solid Color Layer نذهب لللايرز بانل ونضغط على الآيكون Create New Fill or Adjustment Layer، ثم نختار Solid Color ونختار اللون المناسب، ثم نضغط OK، ثم نغير البلندنج مود إلى Overlay فتظهر لنا التيشيرت بهذا اللون الجديد. ونلاحظ هنا أن الماسك لا ينطبق مع الصورة بشكل صحيح، ولضبط ذلك نضغط على الماسك Thumbnail ونختار البراش تول، ونتأكد من أن الفورجراوند كولر هو اللون الأبيض، ونحدد حجم البراش بالكنترول بانل، ثم نبدأ في الضغط والرسم بالأجزاء التي تظهر بها الخلفية. نستمر في ذلك حتى ننتهي من ضبط الماسك هكذا. ولضبط درجات الكونتراست الخاصة بلون التيشيرت نذهب للقائمة Layer، ثم من New Adjustment Layer نختار الأمر Channel Mixer، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة New Layer. نغير البلندنج مود الخاص بهذه اللاير إلى Overlay ثم نضغط OK فتظهر لنا خصائص هذه اللاير بالأدجستمنتس بانل. ونلاحظ أن الكونتراست الخاص بلون التيشيرت قد تغير كما نرى. وبضبط درجات للشانلز بحيث يصبح الريد والجرين 0 والبلو 100 تظهر لنا الألوان هكذا. وبإخفاء وإظهار اللاير الخاصة بالشانل ميكسر نلاحظ الفرق بين كل حالة. وكذلك الحال بالنسبة للجروب، فعند الضغط على العين الخاصة به يتم إخفاء اللون الجديد، وبالضغط عليه مرة أخرى يظهر لنا اللون الجديد. وبذلك نكون قد تعلمنا كيفية تغيير الألوان الخاصة بالملابس بالصور هكذا. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس.